السلام عليكم احبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عيد مبارك سعيد. نتمنى ان شاء الله تكونوا عيدتم مزيان بخير وعلى خير. مهم انا هاد الفيديو غادي نشارك معكم يوم ديال العيد، واخا معطله شويه ما غاديش نحطو، يعني ما حطيتوش لكم في وقت ديال العيد. غير كنعتذر. هنا غادي نشارك معكم بعض اللقطات ديالي كيفاش دوزت العيد في المغرب مع الوالدين وفي الكامبو. صراحه داز زوين بزاف من بعد 3 سنين ما عيدت في المغرب. فداز مع الوالدين مزيان صراحه، الحمد لله. هنا شاركت معكم اللبسه ديالي واللبسه ديال وليداتي، وشاركت معكم بعض الصور كما كتشوفوا. هذه هي اللبسه ديال العيد ديالي وديال وليداتي. وهنا كنا غاديين لدارنا او لدار والديا باش نعيدوا معاهم. كما كتشوفوا هذا هو الناظور في الصباح د العيد كان خاوي، غير كانت واحد البلاصه يعني هنايا في الناظور ما كيصليوش في الجوامع، يعني نهار العيد ما كيصليوش في الجوامع، كيصليو في واحد الساحه الكبيره. خصوصا يعني الناس اللي ساكنين في السونتر ديال الناظور كيتجمعوا في واحد الساحه سميتها ساحه الشبيبه. كتكون ساحه كبيره وكيصليو فيها يعني الناس اللي ساكنين في الناظور، في السونتر ديال الناظور. اما النواحي ديال الناظور فكل واحد كيصلي في المسجد ديالو اولا كيتجمعوا في شي بلاصه. المهم هذا هو المركب التجاري الجديد راه دزنا عليه عاد دابا، وهذه هي الساحه فين كيتجمعوا كاع الناس كيصليو صلاه العيد. احنا كنا طالعين الزغنغان، يعني حنايا ما صليناش هنا، صلينا في الزغنغان. كاينين بزاف د الناس اللي غادي يشاهدوا هذا الفيديو هما ساكنين في الناظور اولا شافوا الدار ديالهم. مهم الهدف ديالي من هذا الفيديو هو نشارك معكم اللحظات ديال العيد، ونشارك معكم حتى مثلا الناظور وكيفاش داير الناظور. صراحه مدينه زوينه بزاف، مدينه سياحيه، فيها بزاف د الاماكن زوينه، فيها بزاف ديال يعني بلايات اولا الشواطئ زوينين بزاف ونقيقين. ف يعني تقدروا مثلا تجيو سياحه للناظور، يعني الناظور كتستاهل تكون مدينه سياحيه بامتياز. هنايا صافي يكون يعني الاب ديالي والزوج ديالي والابن ديالي صلوا صلاه العيد ورجعوا للدار وذبحنا الاضحيه. طبعا ما نقدرش نشارك معكم الذبيحه وكل شيء حيتاش ممنوعه من اليوتيوب. مهم هنا شاركت معكم بولفاف غير بعض اللقطات، وهنا شاركت معكم الطبله ديالنا ديال العيد، طبله عاديه كاي اسره مغربيه، فيها حلوى، فيها خبز ديال الدار، فيها زيتون، فيها بولفاف، فيها اتاي طبعا هو المساند الرسمي. هنا شاركت معكم الدواره كي خرجت لينا، صراحه جات زوينه ما شاء الله، ما فيها حتى شي حاجه خايبه اصلا. داك ما شاء الله داك الحولي كامل كان زوين، ما كانتش فيه حتى شي حاجه خايبه. هذا هو الحولي صراحه ما شاء الله يعني زوين. ايوا تقبل الله منا ومنكم ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله تكونوا عيدتوا مزيان وتكونوا استمتعتوا بالاجواء صراحه كما استمتعت انا الحمد لله. هنايا غادي نشارك معكم الطريقه ديالي كيفاش كنصاوب الامعاء الدقيقه. انا غادي نسميهم الامعاء الدقيقه باش يفهموني كاع الناس. المهم بالنسبه اول حاجه كيكونوا امعاء هكا يعني كبيرين، يعني في الطول خاصكم تقطعوهم على قدكم، ومن بعد غادي نغسلوهم غسله الاولى بالملحه والليمون اولا بالملحه والخل. يعني غادي تغسلوهم مزيان بحال كتصبنوهم، من بعد غادي نغسلوهم 2 المرات بالماء ولا 3، من بعد غادي نقلبوهم. هانتوما الفيديو راه باين.
هنايا غادي نبدا نقلب الامعاء ديالي. كما كتشوفوا انا كنقلبهم بالمعلقه، كاينين اللي كيقلبوهم بالخشبه اولا بشي هكا بشي خشبه ديال الشوا ولا شي حاجه. كل واحد وكيفاش كيدير الطريقه ديالو. هانتوما كتشوفوا هنايا يعني قلبته راه اللون كيتغير كما كتشوفوا. يعني ما كنبداش ما كنهزش داك الامعاء، كنبدا ليه من الطرف، كنخلي شويه عاد كندخل المعلقه هكا باش تقلب ليا الامعاء، يعني تقلب ليا كما كتشوفوا. راه باين في الفيديو، خنعيا نشرح لكم بالهضره ما غاديش تفهموني مزيان. من الاحسن شاهدوا الفيديو. نتمنى ان شاء الله تستافدوا من هاد الفيديو. طبعا ماشي كلشي، الناس اللي ما كيعرفوش اولا المبتدئات، فنتمنى ان شاء الله تستافدوا من هاد الطريقه، راه طريقه زوينه. هنايا من بعد ما قلبتهم كاملين غادي نعاود نغسلهم مزيان مزيان بالملحه والليمون. انا هنا استعملت الليمون الخضر، كيكون مجهد وكيكون زوين. هذا راه يعني ليمون زوين. صافي هنايا غادي من بعد ما صبنتهم مزيان بالملحه والليمون غادي نغسلهم واحد 2 ولا 3 اولا 4 د المرات بالماء مزيان كما كتشوفوا، باش ما يبقاش فيهم الريحه ولا شي حاجه. وهنايا من بعد ما شلتهم مزيان غادي نحاول نضفرهم. بالنسبه لهاد الطريقه كتبقى اختياريه على حسب كل واحد وكيفاش حنا كنضفروهم باش يجيو زويونين في الشكل ديالهم. كاينين اللي كيقطعوهم ما كيضفروهمش. المهم بالنسبه لهاد الطريقه ديال الضفير كتجي زوينه احسن، حتى في الشكل ديالها منين كيطيب من كيطيبوا الامعاء كيجيو زويونين. بالنسبه واخا كيبان لكم هكا الضفيره شويه كبيره، ولكن راه منين كيطيبوا في الماء وكيعاودوا يطيبوا مثلا مع الكرشه صافي يضعف الحجم ديالهم، كيجي قد مثلا الطرف ديال الكرشه. هنا ما غاديش نشارك معاكم كيفاش يعني كنقيو الكرشه، حيتاش ديجا شاركتها معاكم في واحد الفيديو ديال عيد الفطر. فداك الشيء علاش شاركت معكم غير هكا هاد اللقطات منين كانت الام ديالي كتنقي ليه ديك الشحمه الزايده وداك الشيء وصافي. بالنسبه لهاد اللقطه ماش حنا ما ديناش يعني الراس ديال الحولي هكا الزنقه، حيتاش كنا شاعلين المجمر درنا عليه بولفاف وصافي. والاب ديالي يعني شوط عليه هكا هاد الراس، داكشي علاش. مهم كنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، حيت الصراحه شاركت معكم هاد اللقطات من القلب ديالي. واللي عجب ليه هاد الفيديو ما ينسانيش من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وكتبوا لي واحد التعليق يكون زويون. وهنايا كأي عائله مغربيه ضروري ضروري تاني عيد خاصنا ضروري نديرو الشوا في الصباح نفطروا به مع اتاي والخبز ديال الدار والحلوى. مهم داكشي اللي قسم الله، داكشي اللي ضروري حنا موالفين. هذه هي الطريقه ديالنا وهذا هو العيد كيفاش كيدوز عندنا. مهم الصراحه الشوا جا مزيان الحمد لله. وهنايا في الغدا درنا اللحم بالبصله. هنايا الام ديالي شدت هكا الطروفه ديال اللحم، درت ليهم ملون غذائي وشويه ديال الملحه كامل، يعني شكل درت ليهم هاد التشرميله، يعني شرملاتهم مزيان. عاد حطيتهم في هاد القدره ديال الطين كما كتشوفوا صافي، وخلاتهم حتى تشحروا مزيان.
صافي هنايا من بعد ما تشحر داك اللحم كامل غادي نحاولوا نديروا مثلا طبقه ديال اللحم، طبقه ديال البصله، وطبقه عاوتاني ديال اللحم، طبقه ديال البصله، حتى نساليو الكميه ديال اللحم اللي عندنا كامله. صافي وغادي نخليو ديك البصله يعني ديك الماء ديال البصله هو اللي غادي يطيب لينا اللحم. طبعا حنا كنطيبوا اللحم ديالنا على المجمر، يعني المجمر راه عنده درجة الحرارة يعني قليلة كيطيب على خاطرو كتجي معلكة بزاف هاد القميلة. بالنسبة للتوابل درت فيه شوية ديال السكينجبير، واحد نص معلقة ديال السكينجبير ونص معلقة ديال الابزار، وصافي الملحة والملون الغذائي كنت درتهم في الاول. صافي بالنسبة للماء ما درتش الماء، وصافي جات جميله زوينه. كنعتذر ما صورتش لكم اللقطه الاخيره. هنايا في العشيه خرجنا مشينا درنا واحد الدوره، خدينا واحد كابوتشينو وواحد كوفري، ومشينا الفيريا او المدينه الملاهي اللي كاينه في الناظور، كيديروها موسميه. صراحه زوينه بزاف، دوزنا فيها اوقات زوينه كما كتشوفوا. كاينين فيها بزاف ديال الالعاب سواء ديال الناس الكبار وحتى ديال الناس الصغار، والثمن زوين. بالنسبه لهاد حديقه الالعاب كاينه على الكورنيش ديال الناظور، يعني كورنيش معروف ديال الناظور. كاينه يعني انفاس ديال البحر، صراحه زوينه وعندها منظر زوين. كما كتشوفوا انا لعبت في هذه صراحه، دوزت يعني لحظه زوينه ما شاء الله. صافي صورت لكم بعض اللقطات، وهذا هو الفيديو. اظن كليت حتى الببوش داك النهار، يعني هذا النهار تاني عيد كليت الببوش فيه، كنت محشاه هذه 3 سنين ما كليتوش. صافي هذا هو الفيديو ديالي. نتمنى ان شاء الله يكون هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.